السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. اول حاجة زي كل مرة بنفكر بعض بان احنا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تاني حاجة بوصي نفسي قبل ما اوصيكم ان احنا ندعي لاهلنا وولادنا واخواتنا بفلسطين ان ربنا ينصرهم وينجيهم ويكبر بخاطرهم، وان شاء الله ان شاء الله ينصرهم نصر عزيز مقتدر. طبعا عيد سعيد وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله احنا كده خلاص نازلين بقى الشغل ان شاء الله على خير. عايزاك بقى بعد الاجازة بتاعة العيد كده قبل ما تنزل الشغل كده، عايزاك تحمد ربنا. طبعا احنا على طول الحمد لله حامدينه وشاكرينه، بس انا عايزاك بقى تزود الحمد بتاع ربنا في حاجتين مهمين جدا. نحمد ربنا في اول حاجة على ان احنا ربنا سبحانه وتعالى رزقنا بالشغل ومراضينا. تاني حاجة ان احنا نحمد ربنا برضو سبحانه وتعالى انه ادانا الصحة اللي نقدر نشتغل بيها ونقوم بالعمل بتاعنا على اكمل وجه. لان احنا زي ما احنا عارفين ان في ناس كتير في العيد مروا بأزمة شديدة، أزمة ضيق، اللي ما كانش عنده شغل، اللي ما كانش عنده قدرة على انه يوفر لأسرته او لأهله احتياجاتهم ديت في العيد. فاحنا عايزين نكتر الحمد والشكر لربنا ونحمده على ان هو رزقنا وراضينا بالشغل ده، وان هو كمان ادانا الصحة اللي احنا نقوم بيها بالشغل ده بتاعنا على اكمل وجه. فمش عايزاك وانت نازل الشغل كده يا انا هنزل الشغل تاني، دي نعمة، دي نعمة ربنا سبحانه وتعالى خصك بيها، في ناس كتير تتمناها. بلاش بقى انك نازل الشغل طب لا اخد اجازة مرضي، لا، ده الحمد لله ربنا مديك الصحة ومديك القدرة على انك تشتغل. فاحمد ربنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يديم النعمة دي عليك. وعايزين دايما نردد الدعاء دهوت. الدعاء بيقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك يا رب، اللهم تقبل منا. عايزين كده إن شاء الله كده دايما نحمد ربنا عشان ربنا لما نلاقينا كده بنحمده يزود نعمته علينا، يزود رضاه علينا. ماشي؟ أتمنى إن يكون الفيديو بتاعي عجبكم النهاردة، وهستنى تعليقاتكم وهستنى الاشتراك لو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناة. وانا متشكرة جدا بجد لكل واحد بيبعت لي تعليق، التعليق ده هو بيشجعني اكتر. شكرا يا حبايبي، سلام عليكم.